الدبلوماسية لا تنفصل على المجال الاقتصادي في العالم، ولا تنفصل على المجال العسكري والتحالفات العسكرية، ولا تنفصل على أي كونفلي، أي صراع، أي كذا في المنطقة، في إفريقيا، في حدودك، في الإقليم، في كذا. هذه الدبلوماسية لازم تكون ناشطة، ولازم تكون تثويرية خاصة في عهدنا، ولازم يكون عندها نفس هجومي، خاصة انه دبلوماسية ثورة، دبلوماسية بلد جديد. لكن احنا ماناش عاملين دبلوماسية على هذه القواعد. ليش؟ لانه مرهونين، احنا مرهونين. ما تنجمش كي تبدا ايدك تحت انت تطلب، انت تتسول، ما تنجمش تقول لاي حدا، لا لقاعدة امريكية ارحلي، ولا لاي واحد يجي يفرض عليك ولا يطلب منك، ولا يقول لك اعطيني مقصد او اعطيني قاعده او اعطيني منصه معلومات وتعليمات. ما تنجمش. البدائل الممكنه ليش احنا تو زياره للمغرب ما عملناهاش؟ يعني ما نجموش نعملوا احنا؟ نجموا نعملوا. ليبيا هو المغرب نفسه، انا عندي شكوك، هو المغرب نفسه ينتظر في راي تونس، لانه يعرف تونس هي اللي على حدود ليبيا مش المغرب. لكن احنا ممنوعين انه نمشوا للمغرب. أنا ممنوعين ولا نفعنا انفسنا؟ يا ودي ممنوعين. لازم تفهموا السياسه من غير ما نفسروا، من غير ما تدخلوني في مشاكل مع دول كثير. ممنوعين. من قبل من؟ ما نعرفش. فتش الجزائر؟ ما نعرف. ما يسالش فتش سعيد، خلينا نحكيو خلينا نحلوا. ثانيا الجزائر مشيناش. ولكن وين احنا؟ مشيناش لافريقيا، شفناش افاق اخرى، جلسناش مع مؤسسات ماليه اخرى، قدرناش، جبناش كفاءات جديده، دراسات، عملناش مركز دراسات عريض وعميق وفيه ناس يفهموا وكذا وفيه ناس مطلعين على العالم. ما في. جايبين واحد كان يخدم في جمرك. كي تكلموا راهو نمشوا راهو ندفعوا ثمن، انا ندفع في ثمن، لذلك انا معزول وما حدا يسأل عليا. نحب نرجع بيك الملف الليبي. السياسة في تونس سياسات شخصية. وقت اللي نعملوا دولة وطنية تفكر بالعقل، لأن الدولة هي العقل. وقت تفكر بالعقل، وقت نتفقوا كيف تكون سياستها تجاه ليبيا. تونس من الديون توقف هذا السرطان. تتحرر تونس في كل المناحي وفي كل الاتجاهات. وراه سهل جدا تحرر الديون. لا سوف لن ننكر لا مليم ولا دولار. سندفع للناس كلهم تاعهم، لكن اولا نوقف ونصفي ونعاود نجدول ونشوف بلدان اخرى. ما عادش تقول لي منين عندك 7 سنوات، تقول لي منين؟ من القطار، من قفصه. فهمت؟ ما عادش تقول لي من وين. الدولة ما عندهاش فلوس يا ودي. ما اعطيني دولة، جيب فلوس من دولة اعطيه لدولة. خرجت انت صرت التشريك مع هذه بطرق اخرى. ما دماش. ما عادش تقول لي من وين. اليوم اسبانيا كنت تحكي تأمين كيفاش كذا كيفاش. اليوم ايطاليا واسبانيا بدأوا في التأمين امام الكورونا اضطروا ومشوا للتأمين، اخذوا كل المصحات الخاصة امامتها الدولة. فهمت؟ لانه ضروري في ظروف كيف هذه. انا بدي اتخلص من الديون، ما فيش دولة تقدم بهذه الديون، ثقيل علينا برشا، ما نجموش كل يوم نفكروا كيفاش ندفعوا للدين. كل يوم انت تبيع بدولار تدفع منه 400 يعني 40 سنت ولا 50 سنت تدفعها ديون، بينما هالفلوس اللي هي ديون هي فلوسنا مهربة. الفلوس اللي يقول الرئيس باش نجيبوها هي دارت في البنوك واصبحت تعطى لنا كقروض، موجودة ومعروفة ويعرفوها. وهذا هو تدوير المال وتدوير القروض في تونس وفي كل العالم. ولذلك هالقروض، هذا القرض هدايا هو الوباء، يسموه الطاعون. الطاعون هو اسم الوباء، لابيست، هو كل الوباءات كانوا يسموها طاعون. هدايا. ما هو رئيس ما يحكي لنا، ما يقول لنا، كل برشا رؤساء يقول لنا هالاتفاقات والاجتماعات مع الامريكان شو هي؟ وشو رابحه منها تونس؟ وشو ارتباطات؟ وماذا تكلفنا؟ يقول لنا. ثم انه هالرئيس هذا نحبوه يعمل لنا دبلوماسيه هجوميه من شان الاقتصاد ومن شان تثوير معلومات وتغيير منهجيه في العمل. ماهيش موظفين ومرتبات وامشي انت في اوروما وارجع انت من باريس وامشي انت لكذا. وكلها لو تعرف صراعات وزاره الخارجيه هم يسمعوا فيه، كلها صراعات على الكراسي، على السفارات، على القنصليات، كلهم. حتى اللي عنده صاحبته قاعده في الدار عينها قنصليه، وانا نعرف كثير منهم.